بسم الله الرحمن الرحيم. طلب مني ابن الخالة أبو مدينة واللبات حفظه الله ورعاه أن أقدم له كلمة أو ترجمة عن والدنا الشيخ سيدي محمد باهديدي بن الشيخ أحمد بن سليمان. وهذه ترجمة مختصرة وهي غيض من فيض، ولو تتبعنا ما قيل فيه وما يتعلق به لأخذ ذلك منا وقتا كثيرا، ولذلك صار لزاما أن نختصر. التعريف به هو الشيخ سيدي محمد الملقب باهديدي بن الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد سالم بن محمد أشفق بن الفاضل بن بارك الله بن يقبان الله بن الديمان، ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. وأمه خديجة بنت أحمد، ولا أعمر ولا المختار ولا الشرقي ولا علي شنظورة ولا الهدي ولا أحمد من دمان من أشراف وأمراء بني حسان. ولد الشيخ سيدي محمد في ضواحي المذرذرة في سنة 1860 للميلاد، الموافق ل 1277 للهجرة، وتوفي سنة 1922 ميلادية، الموافق ل 1341 للهجرة. وقد تربى الشيخ سيدي محمد في بيت والده الشيخ أحمد وفي محضرته، وقد اهتم الشيخ أحمد بتعليمه اهتماما بالغا، حتى قيل إن الشيخ سيدي محمد لم يجد وقتا للعب مع أترابه، وذلك لانشغاله بالتعلم والانكباب على الكتب والمعارف. وقد توفي عنه والده الشيخ أحمد بن سليمان وهو لم يتجاوز 23 سنة من عمره، وقد استكمل جميع العلوم والمعارف التي يجب وينبغي لأبناء زمنه أن يتعلموها، بل فاقهم فيها. وفي تلك السن ترأس قبائل تشمش الخمس فلقب بفتى الخمس. وفي ذلك يقول أحمد الأشفغ خيري رحمه الله تعالى: فمنصب آل الشيخ أحمد كلهم تشامخ حتى كاد يخترق السماء، وعن سيد الشيخ كمال محمد فحدث كما تبغي سناء وسنما، فقطب رحى ديمان سيد محمد تدور عليه في الحوادث كلما، فللخمس طرا أمرهم طوع كفه وما أبرموا من دونه ليس مبرما. ويقول فيه أحمد ولياه في رثائه مشيدا بمكانته في قصيدة طويلة: حائز السبق عن جميع الزوايا قائد الخمس كلها بزمام، نال ما نال في صباه ولما جاوز العشر حاز كل مقام. وكذلك يقول فيه سيد أحمد والمامين في رثائه: حامل الكل جامع الشمل مأوى كل آو إذا الزمان استدار، مأمن الخائف اللهيف إذا ما عم شر في قطره واستطار، سيد ساد واستبان علاه قبل عقد اليمين منه الإزار، شاد للدين وهو طفل بناء ووراء البناء شاد جدارا، فرق الورق يمنة وشمالا وهو طفل لجينه والنضارا، إلى آخر ما قيل فيه في هذه القصيدة. ويقول أيضا البشير المبارقي فيه: لما نعوا نجل سليمان العلم وقد ألم ما ألم من ألم، قلت نعيتم غرة الخمس التي كانت بجيد الدهر درا انتظم. ويقول فيه أبو مدينة بن الشيخ أحمد بن سليمان هو أخوه: أراق دموع العين في اليوم والأمس وأرقها فقد الهمام فتى الخمس، فما لي لا أبكي فتى الخمس بعدما تباعد عن عيني وغودر في الرمس، فقد غاب عني ساعدي ومساعدي وجندي الذي أغنى عن السيف والترس، فلو كان يفدى بالنفوس وما لها من المال كان الرزو في المال والنفس.
وقد درس الشيخ سيدي محمد على والده الشيخ أحمد بن سليمان رحمه الله تعالى، ودرسه كذلك العالم محمد ولد الخليل القلاوي وهو تلميذ والده الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. وقد أخذ عن الشيخ سيدي محمد أخواه الشيخ سيديا الملقب ديديا وأخوه أبو مدينة رحمهما الله تعالى ورحمه. له مؤلفات وله ديوان شعر مطبوع أغلب قصائدي في الزهد تم تحقيقه في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. وله شرح باب الهجاء من احمرار البونة، ومن المعلوم أن باب الهجاء هو آخر باب في الاحمرار، وهذا الشرح تم تحقيقه أيضا في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. وله ورقات في نسب تشمشة وبعض القبائل تم تحقيقها أيضا في المعهد الموريتاني للبحث العلمي، وهذه الأمور كلها موجودة عندي. وله تأليف عنوانه مرشد الناس للإنصاف الحائل دون الاختلاف، ما يزال مخطوطا. وله ورقات في كلمات القرآن المفردة والمكررة، وقد قمت أنا بطباعتها. وله شرح لمعاني أسماء الله الحسنى وخصائصها. مدحه الشعراء كذلك ورثوه بقصائد طوال من عيون الشعر، منها على سبيل المثال للحصر يقول فيه حامد بن عثمان بن عبد القادر الفوتي التلري يمدحه: إني رأيت الشيخ سيدي محمد حاز المكارم طارفا وتليدا، شيخ ترى شأو المشايخ قاصرا عن شأوه، وترى العفاة وفودا، تبا لعيس كالهلال سوى التي تفري السباسب نحوه والبيدا، ورث السيادة سيدا عن سيد وحوى المكارم يافعا ووليدا، وترى لديه ذوي العناد خواضعا، وترى لديه ذوي العناد خواضعا، وترى الجبابرة ركعا وسجودا. إلى أن يقول: والجود لولا الشيخ سيدي محمد من بعد حاتمه لمات شهيدا. وهي قصيدة طويلة لا يتسع المجال لذكرها. ويقول أيضا العلامة محمد السالم للشين يمدحه: إن بالأجرع الذي ترياني من أسيماء دارسات مغاني، مدرك الحمد والعلا دون جهد، حائز السبق ثانيا من عناني، رب شعثاء ذات فود شميط مرضع تصمت ابنها بالشنان، جال منها البريم لم تلق لين من معاش ومن لها الأبوان، طالما قد أذلها الدهر حتى قيل عانت وهي غير عواني، تجعل القد طعمة ولباسا لم تثق من شقيقها بحنان، وافت الشيخ يا لها يوم وافت باب لا عاجز ولا متواني، بدلت بالبؤس النعيم وأضحت في رياض سوابق الأردان، ضربت بيتها خلال بيوت يصبح الجار بينها في أمان، وغدت في ذراء غر نجيب حسن الخلق واسع الأعطان، سيد ماجد ظريف أديب قنة العز من بني ديمان، وسع الجود منه كل أوان وجرى صيته بكل مكان، الخضم المرزأ بن الخضم بن سليمان أكرم الفتيان، حي قطبا بنى له أولوه في ذرى المجد أرفع البنيان، مخولا طيب العروق معما أقسم الدهر مالك اليوم ثاني، من بني ديمان الأماجد أو أحمد من دامان الطوال المباني، العظام اللها ومليثة الهيجا وسم الفرسان للفرسان، كنت أنشأت قبلكم درر الشعر فعلقتها على الغربان. وكذلك يقول فيه العلامة باب بن محمود الديماني: جلت مصيبة ضيف الله والجاري لما قضى السيد العاري من العاري، العالم الدين الحامي حقيقته، الصائم الصيف والتالي بالأسحار، غوث الأرامل والأيتام كافلها، غوث الضعيف وغوث الجائع العاري، أفنى دراهمه الإنفاق ما كنزت يداه من درهم يوما ودينار، الشيخ سيدي محمد الذي شهد الأعداء ما مثله قار ولا قارئ، قولوا لحاسده والشامتين به العيب باق على الباقين في الدار. وعند ولادته رحمه الله تعالى قال فيه الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا سيدنا علما، أرسل هذه القصيدة إلى الشيخ أحمد، يقول في شأن الشيخ سيدي محمد بوهديدي: بمثله للمعالي حقت البشر، ومن كوكب نجلته الشمس والقمر، فلاح سعدا بأفق المجد مطلعا،
على المناحس لا يبقي ولا يذر، إلى أن يقول يا درة النحر من عقد البرية في جيد الزمان التي ازدانت بها الدرر وغرة في محيا الكون ناصعة من لونها اكتسبت ألوانها الغرر من دوحة، يقول وثمرة في شمارخ العلا نبتت من دوحتين تناهى عنهما الشجر من طيب منبتها طابت أرومتها من جانبيها فطاب الفرع والثمر وصفوة من لجين العرب خالطها نضار تبر الزوايا فانتفى الكدر. ويقول فيه أيضا أخوه أبو مدينة رحمه الله تعالى لبس الدهر بعد غوث البلاد وغياث الله في ثوب الحداد قد رمانا ريب المنون بسهم مؤلم في الحشا كشوك القتاد قد رمانا بفقد شيخ جليل منجز الوعد مخلف الإعاد كامل العقل وافر العلم باد فضله في القرى وأهل البوادي شامخ الأنف ذي أنات عفيف عابد من أكابر العباد لوذعي سهل الخليقة ثبت لم تروعه ترهات الأعادي ليس رزء به يخص حمانا إنما هو رزء كل العباد نضر الله تربة حل فيها وكساها من ذاخر الأبراد وحباها بما تحب ونالت من نعيم الجنان فوق المراد وحبانا من بعده بأمان ونجاح في الأهل والأولاد. ويقول أيضا فيه بعض أهل الشعر الشعبي وعلى رأس مثلا من يقول ذلك في مدحه الشاعر الأديب الفحل محمد واللبن والحميدان يقول أيدك يلي حد لجاك يبغيك ويتمونك ملقاك واللي ينظر وجهك وقفاك تحصل له فيك الكفاية يستهدى من كيف جاك ويتملى في الهداية أيدك يلي حد معاديه تخزيه ومعف تواسيه الوقت اللي همك شفيه تمحيه تواسيه عماية والخلق بعربيه وزاويه كامل وسيته قنداية. ويقول أيضا فيه غليظ ولا تحتاج الفيض الشيخ اللي عنا لازال كنت غليظ وما زلت غليظ الشيخ اللي كان لا مازال انت بعد خيار اللي سيد اللي مارى منك ما هو بعيد فيها لا ضروك محاسيد يعمل عمرك فيها يطوال إلين على الأعمار تزيد يلي بل التقيا عقبال ما توده كون في شي مفيد والشكاية منك محال غليظ ولا تحتاج الفيض ما لاهي منك يشاك شكاية تقدر تحاك كون بغلظ أمك وباك ذيك أخبارها فات وثقال إلى أن يقول عندك بصرات الأمور بها تبصر من مشي دهور تبارك الله منصور يا الشيخ بلا في النصر مثال ماشي في الشور على بالشور ما تكرد ما تكرد ما رجله ما تكرد ما رجله حلال. ومنين اللي تلفظ الأمور للرجال كامل تذبل وظرك ما يخطى معمور ديك اللي بأخلاقك كالتال. وقد قيل فيه سيدي شكره تم قولوه وذنه ما يخطيها زلزال إلا واحد مديور البوه والله ما هو للبو للخال رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه جنة عالية وهو دفين تنخلف التي يقول فيها أبو مدين رحمه الله تعالى عجبي على الدار لا تترك مساعدتي أخي وأختاي فيها ثم والدتي واعلم بأن نزيل الدار قبلهم وإن لم تكن عارفا بالدار يا أبتي. والسلام عليكم ورحمة الله.